قبل أكثر من 50,000 سنة زلودخية بدأت حكاية شنوت عندما قام الجد الأكبر شنوت الأول بثورة ضد الفساد والغباء في مواقع التواصل الاجتماعي. استمرت ثورة شنوت الأول وحروبه سنوات طوال، لكنها انتهت بالهزيمة. مات على إثر حروبه مئات من الأبطال ممن دافعوا عن مبدأ لا للغباء في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الغباء كان ينتشر مثل النار في الهشيم حتى سيطر على عقول كل البشر، ولم يبق أحد قد سلم من هذا المرض، حتى ظهر بعد ذلك كثير من الشنوتيون ممن رفضوا أن يرضخوا لمثل هذا الغباء. فبدأ الصراع مجددا من أجل تحقيق هدف واحد، وهو القضاء على مصدر هذه القوة الغامضة التي تسمى بالغباء المستبد. لقد استمرت هذه الحروب أكثر من 40,000 سنة زلودخية، ومات الألوف من الأبرياء في هذه الحروب من أجل سبب واحد، وهو القضاء على مصدر الغباء، لكنها باءت بالفشل. اليوم بعد أن انتهت حروب الشنوتيون جميعها، وبات الغباء يسيطر على عقولنا، حتى أصبح الغباء سمة في تكويننا كبشر. ظهر من العدم من كنا بانتظاره ليخلصنا من شر وطغيان هذه القوة الغامضة. هذا الشخص هو من قالت عنه الأساطير والروايات هو الوحيد القادر للقضاء على الغباء في هذا العالم البائس، وهو شنوت الأصغر. بدأ شنوت الأصغر بالبحث عن مصدر هذه الطاقة العجيبة، حتى اكتشف أن هذه الطاقة قادمة من شخص واحد فقط، شخص جعل من البشر عبيدا له بدون إدراكهم، شخص قد لقب نفسه بالإله العظيم، وهو الإله زلودخ.